السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده انا قلت اكل معاكم كشري، علشان محدش يقول بس ايه ان هو لا ده بيعملوا بط، لا ده بيعملوا فراخ، ده بيعملوا سندوتشات جبنه رومي سخنه، لا مره يعملوا كوكيز، لا وبناكل كشري برضه عادي اهو. الكشري ده انا بحبه قوي 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 بجد، دي اكله مفضله عندي يعني. طبيخ مش طبيخ، الكشري ده حاجه مفيش بعدها. ممكن اجيب في العشاء كشري، ما عنديش اي مشاكل. اتفضلوا معانا. بمناسبة اتفضلوا معانا دي، اللي هو ممكن واحد يقول لك ايه دي عزومة مراكبية. عزومة مراكبية دي انا ما فهمتهاش الا يعني قريب، اللي هو عزومة مراكبية دي يعني ايه عزومة مراكبية اصلا؟ عزومة مراكبية دي اللي هو يبقى ماشي في نص البحر وحد تاني ماشي على الشط مثلا، ويقول له ازيك يا ريس احمد، عامل ايه؟ يقول له يا ابراهيم الحمد لله تمام. يقول له تعالى اتفضل معانا، يقول له اتفضل معانا يا ريس. طبعا اتفضل معانا يا ريس دي يعني ايه؟ يعني هو هينزل لك الميه، يعني هينزل يعوم ويجي لك الميه عشان ياكل معاك، ولا انت اساسا هتاخد المركب وتروح له على الشط عشان تاخده يتغدى معاك في الميه وترجعه تاني؟ اصبح بقى هي دي ايه؟ عزومه مراكبيه. فانا كده بقول لكم اتفضلوا معانا. نسيت اقول لكم انا ما بعرفش امضغ في الكشري، يعني بصراحه من حلاوته بحدفه على طول. عندنا هنا محلات كشري كتير قوي، يعني كل مره بجيب من حد شكل. بتزود الشطه بقى ما اقولكش. يا سلام بقى ايه لو قدامك كده ايه 5 اطباق كشري ولا حاجه، والحمد لله. مش قلت لكم تتفضلوا معانا؟